بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها ليزا واللي بتكون صماء وعايشة مع جدها. وبنعرف ان ليزا شغالة عاملة نظافة في مركز ابحاث علمية، وبيكون بيتها فوق قاعة سينما، وبيكون وقت شغلها بيبدأ الساعة 12 بالليل. وبنعرف ان ليزا شخصية بسيطة جدا، ملهاش صحاب الا صديقة واحدة في شغلها اسمها زيلدا. وفي يوم بتلاقي ان المعمل بتاعها مسؤول عن تجربة مهمة جدا وحساسة، وبتشوف صندوق حديد قدامها مليان مية، ولما بتقرب منه بتلاقي ان في حاجة جواه شبه حورية البحر بس بشكل اضخم. وساعتها بيطلب منها المسؤول انها تخرج بره وتنظف في وقت تاني، وبتروح تنظف الحمام هي وزيلدا. وفي الوقت ده بيدخل المسؤول عن المكان الموجود فيه الصندوق، وبيكون معاه عصاية في اخرها صاعق كهربائي. وبعد ما بيخلص بتلاحظ اليزا ان في دم على الحوض نازل من الصاعق، وبتكمل تنظيف عادي لحد ما بيسمعوا صوت مرعب جاي من المختبر. وبعدها بيظهر ستريكلين وهو مجروح في ايده، وبيبان انه نزف كمية كبيرة من الدم. وبيجي المدير وبيطلب من ليزا وزيلدا انهم ينضفوا المكان من الدم بسرعة عشان يستمروا في تجربتهم. وفي اثناء ما هما بينضفوا بتشوف ليزا صوابع بشرية، فبيتخضوا جدا وبتخرج زيلدا عشان تبلغ المسؤول. وفي الوقت ده بتاخد ليزا بالها ان في مخلوق شبه البشر لكنه عايش في المية، وبيبص عليها فبتقرب عليه. وفي الوقت ده بيجي المسؤول وبياخد الصوابع اللي هما لقيوها. وبعد ما بتخلص تنظيف بتخرج بره المختبر وبتخلص شغلها وبترجع لبيتها، وبتحكي لجدها على اللي حصل. فبيقول لها ان اللي شافته ده ممكن يكون حورية بحر عادية، لكن ليزا بتكون واثقة ان ده مش حورية بحر. وبتروح تاني يوم وبتكون واخدة معاها فطارها، وبتدخل المختبر عشان تشوف المخلوق ده تاني. وبتطلع من الفطار بيضة وبتقشرها وبتسيبها للمخلوق عشان ياكلها. وبيظهر قدامها لأول مرة وهو متسلسل، وبتوريه معنى كلمة بيضة بلغة الإشارة بتاعتها. وبعدها بياخد المخلوق البيضة وبياكلها وبيغطس تحت المية من تاني. وفي الوقت ده بيطلب ستريكل ليزا وزيلدا في مكتبه، وبيشرح لهم انهم بيعملوا تجربة سرية في المختبر، ومش مسموح لهم انهم يتكلموا مع اي حد عن اللي بيشوفوه في المختبر ولا يتعاطفوا مع الكائن ده لانه مش انسان، وان المخلوق ده ممكن يكون خطير لدرجة انه كان هيبقى السبب في فقدانه لصوابع ايده زي ما حصل مع بتاع الامن. وبيأمرهم بالانصراف. وفي الوقت ده بيكون المخلوق اكل البيضة وبيقلد لغة الاشارة بتاعت ليزا. ولان ليزا شغالة في المكان بتقدر انها تقضي وقت طويل مع المخلوق، وبتسمعه موسيقى وبتفطر معاه، وبينسجموا اكتر لحد ما بيظهر دكتور اسمه ديمتري وبيلاحظ التواصل الواضح بين ليزا والمخلوق. وبنعرف انه جاسوس لمنظمة تانية بتخطط لخطف المخلوق من المعمل عشان يعملوا عليه تجارب وابحاث خاصة بيهم. وفي يوم بتكون ليزا بتطلع الهدوم المطلوب تنظيفها وبتحطها في عربية المغسلة، وبتلاقي ان زمايلها بيطلبوا منها تدخن معاهم، وبيطمنوها ان الكاميرات مش جايبة المكان اللي هم واقفين فيه. وفي الوقت ده بتيجي فكرة ليزا وهي انها تهرب المخلوق من المعمل. وبعدها بتروح المختبر عشان تدي للمخلوق من فطارها كالعادة، وبتلاقيه متكتف بره المية، ولما بيشوفها بينزل المية بسبب التعذيب. وفي الوقت ده بيوصل ستريكلين فبتستخبى، وبتشوفه وهو بيعذب المخلوق بالعصاية بتاعته لحد ما بيجي الجنرال عشان يشوف المخلوق لأول مرة. وبتسمع ليزا انهم عايزين يروضوه لصالحهم ضد اي حرب ناويين يدخلوها، ولو ما قدروش يراودوه ساعتها هيشرحوه يستفادوا من التجارب عليه بدون رحمة. لكن ديمتري بيكون هو الوحيد اللي بيدافع عن المخلوق، وبيكمل وبيقول ان المخلوق محتاج بيئة مناسبة ليه لان تفوقنا متوقف على صحة المخلوق. وبيترجى الجنرال انه يسمح لهم بنقل المخلوق للمية من تاني عشان يقدر يسترد صحته والجروح اللي في جسمه تلم من تاني. وبيقول للجنرال ان المخلوق ده ما ينفعش يتقتل ولا يتشرح. وبعدها بيروحوا كلهم في مكتب ستريكلين عشان يتناقشوا في مصير المخلوق، وبتكون ليزا وراهم عشان تعرف ايه اللي هيحصل في المخلوق. وبعد ما بتراقبهم بتفهم ان المخلوق هيتقتل وهيتم تشريحه زي ما ستريكلين قال. وبتجري ليزا على جدها وبتحكي له على اللي حصل، وانهم ناويين يقتلوا المخلوق وانها لازم تنقذ المخلوق باي شكل. وبيبان انها متعاطفه معاه جدا وما ينفعش تسيبه يموت. وبتكمل وبتقول انها عندها فرصه تنقذه، لكن جدها بيرفض انه يساعدها وبيقول لها انه ما يقدرش يتعدى القانون. وبيسيبها وبيروح عشان يقدم الرسمة بتاعته للشركة اللي كان بيتعامل معاها، لكنه بيلاقي صاحب الشركة بيتهرب منه عشان ما ياخدش منه شغل تاني. وبيرجع للبيت محبط وبيقول لليزا انها صديقته الوحيدة، وعشان كده بيرجع في قراره وبيقرر انه يساعدها. وبيقول لها انه مستعد يعمل المطلوب منه. وبيكون ديمتري هو كمان بيحاول انه يتكلم مع الجماعة الخاصة بيه لتهريب المخلوق من المعمل
قبل قتله، لكنهم بيرفضوا ده بسبب عدم توفر الامكانيات حاليا، وبيقولوا له انه لو عايز ينقذ المخلوق فعلا هيبقى عن طريق حقنه بالسم وانهاء حياته عن طريق القتل الرحيم بدل التعذيب اللي هيشوفه. بيدوا ديمتري صندوق صغير قادر انه يعمل موجة كهرومغناطيسية بسيطة هتفصل الابواب والكاميرات لمدة 10 دقايق لحد ما يحقن المخلوق بالسم من غير ما حد يلاحظ. لكن ديمتري بيرفض انه يقتل المخلوق وبيسيبه وبيمشي، وساعتها بيكون ستريكلين بيشتري عربية جديدة احدث موديل وبيروح بيها المختبر. وساعتها بتكون إليزا بتخطط لهروب المخلوق من المكان، وبتخلي جدها يزور كارنيه عامل مغسلة عشان يقدر انه يدخل بيه المختبر. اما ليزا فبتروح وبتحاول تحرك الكاميرات بتاعة المكان بعيد عن مراقبة مخرج السيارات. في الوقت ده بياخد ديمتري باله انه إليزا بتخطط انها تعمل حاجة، وبيستناها في المختبر لحد ما كل الموجودين يمشوا من المكان، وبيعرف انها بتخطط لإنقاذ المخلوق من المكان بأي شكل زي ما هو عايز. وبيتفق معاها انه يديها مفاتيح سلاسل المخلوق عشان يساعدها في تحريره، كمان اكياس ملح معينة عشان تحافظ على بيئة المياه اللي هيقعد فيها المخلوق. واخيرا بيحطوه في عربية المغسلة وبيتحركوا بيه على مخرج السيارات. وبيروح ديمتر بعدها عشان يحط صندوق الانفجار جنب كابينة الكهرباء عشان يفصل الكهرباء عن المكان لحد ما يهربوا بالمخلوق. وبيكون جابلز عند مدخل المعمل وبيسلم الكارنيه اللي هو مزوره للامن عشان يسمح له بالدخول. لكن ستريكلين بيشوف من كاميرات المراقبة ان عربية الغسيل جاية في غير ميعادها وبيشك في الموضوع، فبيروح عشان يشوف المختبر اللي موجود فيه المخلوق. وفي الوقت ده الامن بيلاقي ان حبر الكارنيه بيطلع في ايده وبيفهم انه مزور. بيؤمر جابلز انه ينزل من العربية بيهدده بالسلاح، وبعد شوية بتنفجر القنبلة في الكابينة وبينجح ديمتر انه يفصل الكهرباء عن المكان كله. وبيروح من ورا فرد الامن وبيديه مخدر عشان يخلي جابلز يدخل بالعربية. وساعتها بتكون زيلدا اكتشفت ان ليزا صاحبتها اتأخرت عن مروحها، وبتلاقيها في مخرج العربيات وفي ايدها عربية غسيل، وبتفهم ان فيها المخلوق وبتقرر انها تساعدها عشان بتحبها. وبيقدروا يحطوا المخلوق في العربية وبيهربوا من المكان قبل ما الأمن يقبض عليهم. وبيوصلوا لبيت ليزا وبيحطوا المخلوق في البانيو اللي مليان مية عشان بيكون قرب يحتضر بسبب قلة المية. وبتقترح ليزا انها تطلق سراح المخلوق وقت ما القناة تتملي بالمية ويبقى طريقه مفتوح للمحيط. وبتروح ليزا وزيلدا تاني يوم للشغل كأن مفيش أي حاجة حصلت، ده في الوقت اللي بيكون المختبر مقلوب وفي أفراد جيش لتفتيش كل الموجودين والتحقق من هوياتهم. وبيتم التحقيق مع كل عمال النظافة، ولأن زيلدا بتمضي ليزا وقت خروجها بيكون متسجل انهم مشوا من المعمل مع باقي العمال ومفيش اي شك حواليهم. وبيكون جابلز هو اللي بيهتم بالمخلوق في غياب ليزا، لكنه بينام من كتر تعبه. وبيتفاجئ بصوت المخلوق وهو بيحاول ياكل قطته، وبيجري عليه جابلز عشان يخليه يسيب القطة، فبيخرج المخلوق عن السيطرة وبيجرحه في ايده وبيهرب بره البيت. فبيتصل بليزا وبيبلغها باللي حصل وبيخليها تيجي تدور عليه في المكان، وده لانه ممكن يكون خطر على الناس بره. ولما بتنزل تدور عليه بتلاقيه واقف قدام شاشة السينما لوحده منبهر بالإضاءة، فبترجعه مرة تانية لشقتها وبتحاول تعالج جابلز. فبيجي المخلوق وبيحط ايده على الجرح كأنه بيخفف الألم عن جابلز. وبعدها بيروح جابلز لشقته وبيسيب المخلوق مع ليزا وهي معاه في الحمام، وبتحصل علاقة ما بين المخلوق وبين ليزا وبتكون في قمة السعادة. وبيجي تاني يوم وبيكتشف جابلز ان شعره بدأ يطلع وان جرحه اختفى تماما وكأنه ما اتجرحش اصلا. وبيقدر يخمن ان المخلوق عنده قدرة شفاء عالية، وبيقترح على ليزا انهم ممكن يحتفظوا بالمخلوق شوية كمان. لكن بيكون جه وقت المطر والقناة اللي بتوصل للمحيط بدأت انها تتملي، وحالة المخلوق كمان بدأت تسوء اكتر. فبيحاولوا انهم يتواصلوا مع دكتور ديمتري، لكنه بيكون مجهز نفسه للهروب من المنطقة ومساعدة الناس اللي شغالين عنده، واللي بيتفقوا معاه انهم يقابلوه في مكان محدد عشان ياخدوه ويهربوه. اثناء هروبه من شقته بيبقى ستريكلين هو كمان مراقبه، وبيشوف جماعة ديمتري وهم بيغدروا بيه وبيضربوا عليه نار. فبينزل من عربيته وبيقتلهم هم، وده عشان يقدر يعذب ديمتري ويخليه يعترف بمكان المخلوق. فبيحاول ديمتري انه يقاوم في الاول، لكن ستريكلين بيكون مصمم انه يعرف مكان المخلوق حتى لو هيقتل ديمتري. فبيعذبه اكتر لحد ما بيعترف ديمتري على زيلدا وبيقول انها هي اللي اخدت المخلوق. فبيتحرك ستريكلين فورا على بيت زيلدا، بيكون بيهددها هي وجوزها. ولما بيحس جوزها بالخطر وانه ممكن فعلا يأذيها يعترف ان المخلوق مع ليزا، وبيجبر ستريكلين زيلدا انها تعترف بمكان ليزا، وبيتأكد
تتأكد ان المخلوق عندها بتتصل بليزا فورا وبتحذرها قبل ما يوصل لها ستريكلين. بتاخد ليزا المخلوق وبتجري على القناة فورا عشان تهربه في المية وتخليه يرجع حر من تاني، لكن ستريكلين بيقدر يعرف مكانهم، وده بسبب ان ليزا كانت كاتبة مكان القناة على النتيجة اللي موجودة في بيتها. فبيروح على القناة وهناك بيلاقي ليزا والمخلوق قدامه، وبيبدأ بالمخلوق فبيضربه بالنار، وبعدها بيضرب ليزا كمان. وفي الوقت ده بيجي جابلز وبيضرب ستريكلين بحديد على دماغه، وبيروح عشان يشوف ليزا اللي بتكون مرمية على الأرض وبتموت. ده على عكس المخلوق اللي بيبان انه قادر يشفي جسمه، وبيقوم من على الأرض وبيدبح ستريكلين بضوافره لحد ما بيموت، وبيرجع تاني ليزا عشان يشيلها وبينزل بيها المية وبيبوسها، وبيقدر انه يعالجها، وبيبان انه قدر يخليها تتنفس تحت المية عشان تفضل عايشة معاه طول العمر. وبينتهي الفيلم. يا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.